سيداتي وسادتي، نحييكم بأزكى تحية وأطيب السلام من ساحة مشور القصر الملكي بتطوان، ومراسيم حفل الولاء الذي يتوج الاحتفالات الرسمية بعيد العرش المجيد المخلد لهذه السنة الذكرى 26 لتربع جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على عرش الأسلاف الميامين. وإذا كانت احتفالات عيد العرش ومنها حفل الولاء تبدو اعتيادية في مراسمها كونها تقام في مثل هذا اليوم كل سنة، فإنها تحمل رمزية خاصة ودلالات عميقة تختزل ذاكرة أمة تضرب بجذورها في أعماق تاريخ تليد. ذكرى عيد العرش مناسبة مجيدة لتأكيد الوفاء الصادق الذي يتبادله العرش والشعب، ولتجديد العهد المقدس الذي يلحم بينهما بأواصر البيعة الشرعية المتجذرة منذ قرون. احتفالات عيد العرش المجيد ليست إلا تعبيرا عن حب الأوطان ونسيجا للوحدة التامة وتجسيدا للإجماع حول رمز الأمة. خالي من يقاوم الله يبارك عمر سيدي السيد وزير الداخلية ولاة عمان أهالي من يقاوم الله يبارك عمر سيدي. الله يحكم عليكم سيدي. الله يبارك عمر سيدي. الله يحكم عليكم سيدي. الله يبارك عمر سيدي. الله يحكم عليكم سيدي. الله يبارك عمر سيدي. السيد وزير الداخلية ولاة عمان أهالي من يقاوم الله يحكم عليكم سيدي. وزير الداخلية وولاة وعمال ولايات وعمالات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية قدموا الولاء لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. الله يبارك عمر سيدي. جاءت الطاقة والذهب الله يبارك عمر سيدي. جاءت عيون الساقية الحمراء الله يبارك عمر سيدي. جاءت بنيم وادنون الله يبارك عمر سيدي. جهاد النصر الله يبارك عمر سيدي. جهاد قبل وادي الذهب الله يبارك عمر سيدي. جهاد عيون الساقية الحمراء الله يبارك عمر سيدي. جهاد بنيم وادنون الله يبارك عمر سيدي. الله يعطيكم قال لكم سيدي. الله يصحكم قال لكم سيدي. الله يبارك سيدي. الله يعطيكم قال لكم سيدي. ولاد وعمار وخيار الله يصحكم ورد عليكم قال لكم سيدي. جهة الداخلة واد الذهب وتضم واد الذهب وأوسترد. جهة العيون الساقية الحمراء وتضم العيون بجذور طرفاي سمارة. جهة قلميم وادنون وتضم قلموم قلميم السزاق طنطان وسيدي إفني. جيتي قول لي بقيتي المده طويله جيت شويه. جهة طنجة طنطان الحسيمة الله يبارك عمر سيدي. جهة الشرق الله يبارك عمر سيدي. جهة فاس وكناس الله يبارك عمر سيدي. جهة طنجة طنطان الحسيمة الله يبارك عمر سيدي. جهة الشرق الله يبارك عمر سيدي. جهة فاس وكناس الله يبارك عمر سيدي. الله يعطيكم قال لكم سيدي. الله يصحكم قال لكم سيدي. الله يعطيكم قال لكم سيدي. الله يرحم سيدي. ولاد وعمار وخيار الله يصحكم ورد عليكم قال لكم سيدي. الله يرحم سيدي. قال لكم سيدي. جهة طنجة تطوان الحسيمة وتضم طنجة أصيلها المضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة وشفشاون ووزان. الجهة الشرقية وتضم وشتا أنجاد الناظور دريوش جرادة بركان تورير تقرسيب وفقيك. جهة فاس مكناس وتضم فاس مكناس الحاج بإفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونات وتازع. جهة الرباط الله يبارك
جهة بني ملا خليفرة الله يبارك عمر سيدي جهة الدار البيضاء سطات الله يبارك عمر سيدي جهة الرباط سلام خريطرة الله يبارك عمر سيدي جهة بني ملا خليفرة الله يبارك عمر سيدي جهة الدار البيضاء سطات الله يبارك عمر سيدي يعطوا بالكم سيدي الله يبارك عمر سيدي صحبوا بالكم سيدي الله يبارك عمر سيدي قال لكم سيدي ولاد وعمار وخياط نصحكم ونرجع لكم قال لكم سيدي قال لكم سيدي جهة الرباط سلا القنيطرة وتضم الرباط سلا صخيرات مال القنيطرة الخميسات سيدي قاسم سيدي سليمان. جهة بني ملال خنيفرة وتضم بني ملال الظلال فقيه بن صالح خنيفرة هو خريبكا. جهة الدار البيضاء سطات وتضم الدار البيضاء أنفا الفداء مر السلطان عين سبع الحي المحمدي الحي الحسني عين شق سيدي البرنوسي بن مسيك مولاي رشيد المحمدية الجديدة نواصر مديونة بن سليمان بن رشيد سطات وسيدي بن نور. جهة مراكش أسافي الله يبارك عمر سيدي جهة درعا تافلات الله يبارك عمر سيدي جهة سوس ماسة الله يبارك عمر سيدي جهة مراكش أسافي الله يبارك عمر سيدي جهة درعا تافلات الله يبارك عمر سيدي جهة سوس ماسة الله يبارك عمر سيدي عندكم قال لكم سيدي الله يبارك عمر سيدي صحكم قال لكم سيدي الله يبارك عمر سيدي قال لكم سيدي الله يبارك عمر سيدي ولاد وعمال وقياد نصحكم ونرجع لكم قال لكم سيدي الله يبارك عمر سيدي والخير قال لكم سيدي جهة مراكش أسفي وتضم مراكش شيشاوى الحوس قلعة استراغنة الصويرة الرحمنة أسفي واليوسفية. جهة درعا فيلالت وتضم الراشدية ورزازات ميدل تنغير وزاقورة. جهة سوس ماسة وتضم أكادير إدوتنان إنزقان أيت ملول شتوكا أيت باها درودانت تزنيت وطاطا. هذا الحفل البهيج الذي يختتم بإطلاق المدفعية ل5 طلقات يعكس أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد. حفل الولاء الذي يتوج الاحتفالات المخلدة لذكرى تربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين يشكل مناسبة لممثل الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش والشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد وأنها شكلت على الدوام الأساس المتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تلاحمها واستمراريتها على امتداد تاريخ المملكة العريق. شكلت البيعة الشرعية الميثاق الغليظ والرابط المتينة التي طالما جمعت الملك بوصفه القائد الأسمى للبلاد وأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين شعبه المخلص الذي يرى فيه رمز الأمة وموجهها والضامن لاستقرارها ووحدتها الترابية انطلاقا من قناعة مفادها أن هذه الآصرة شكلت على الدوام ضمانة قوية لاستمرارية واستقرار وأمن المملكة وميثاق قائم على ركائز دينية متينة تستمد ثوابتها من الشرعية التاريخية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف على اعتبار أن تواصل الحكم الرشيد والثبات على المنهج القوي المتشبع بقيم الديمقراطية والحداثة يعد مفتاح الاستقرار والرقي والازدهار. تشمل الآصرة بين العرش والشعب دلالات ومعاني شتى كونها ضمانا للأمن في بعضه الشمولي من خلال تجسيد الوحدة الوطنية وسلطة القانون واستتباب السلم بما يتيح جعل البلاد واحة آمنة. حرص الشعب المغربي على تجديد ولائه وبيعته لملكه
كلما حلت ذكرى عيد العرش المجيد يعكس إجماعا واضحا حول تشبث المغاربة بالوحدة الترابية للمملكة، إلى جانب كونه تعبيرا صريحا عن رغبتهم في صون حرمتها والذود عن حياضها. عيد العرش حدث وطني غزير الدلالات في تاريخ المغرب الحديث، وهو مناسبة لتجديد العهد بين العرش والشعب على الاستمرار في بناء المغرب وعزته وسؤدده. وإلى هنا سيداتي سادتي نودعكم وإلى اللقاء.